بعد الواحدة منه ما وصلت ل30 جنيه يا بنات، انا قررت اللي انا اعمله بكل سهولة في البيت. جبته اسراره وتكاته، وتعالوا بقى شوفوا يا بنات وهو بينقطع معايا. حاجة كده هشة قطنية خطيرة، طبعا كل الأطفال بيحبوه. ما يحلى الكلام ألا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. تعالوا يا بنات بقى نعملوا أحلى دونتس مع بعض في البيت بطريقة سهلة وبسيطة. تعالوا نسموا الله ونصلي على رسولنا الكريم، ونجيبوا نص كوباية لبن دافي، عباكو كامل، خميرة فورية يا بنات، طبعا عليها معلقتين كبار كده محترمين سكر. هبدأ اقلب كده الخميرة بتاعتي مع اللبن الدافي مع السكر، تمام كده. طبعا انا معايا كيلو الا ربع دقيق يا بنات، تمام كده تمام. الكيلو الا ربع دقيق يا بنات بياخد بيضتين، تمام. انا عندي البيض صغير، حطيت 3 بيضات كده، ادي واحدة، ادي التانية، ادي التالتة، تمام كده. هنزل طبعا بشوية فانيليا على البيض كده من فوق يا بنات. مشي معايا بنفس التكنيك كده، هتعملي احلى عجينة دوناتس. وشوية ملح كده بتاع ربع معلقة، تمام كده. ومعلقة كبيرة لبن بودرة، ومعلقة خل على البيض كده يا بنات، تمام كده. تعالوا بقى نعملوا العجينة مع بعض. طبعا ما عندكيش عجاني، عجيني على ايدك، مفيش اي مشكلة، هي عجينة سهلة وبسيطة. قلبت كده المكونات مع بعض. هبدأ بقى احط الخميرة بتاعتي مع اللبن والسكر بعد ما بدأت تتفاعل وتخمر. هقلبها تقليبه كده، وهبدأ احضر معايا ميه دافيه يا بنات واكمل بيها العجن. العجينه بتاعتي بتبقى طريه بس مش بتلزق، طريه يا بنات كده. العجينه بتاعتي بدأت تتلم. طبعا انا محضره لها 3 معالق زبده مسيحاهم ومجهزاهم معايا. ابدأ اول ما تبدأ العجينه تتشكل معايا يا بنات، هبدأ انزل بالزبده بتاعتي. عايزاكي يا ست الكل لو انت واقفه عند الجزء ده يا ريت تحطيه لايك من ايديكي الحلو. طبعا العجينه بتاعتي هي بدأت تتشكل، هنزل ب3 معالق زبده متسيحين. ما شاء الله تبارك الرحمن، صلى على رسولك الكريم يا حاج. تعالوا شوفوا بقى الجزء ده من قريب شويه. بصوا بقى يا بنات، العجينه هي الطريه ملمسها ناعم، حاجه كده عظمه. خلاص كده خلصنا عجن يا بنات. وهبدأ ألم العجينه بتاعتي، ايوه كده. هجيب لها بقى بوله يا بنات، وهحط فيها بس شويه زيت صغيرين كده، تمام، ايوه كده. وهبدأ احط العجينة بتاعتي. ما شاء الله العجينة قطنية بقى يا بنات كده وحاجة عظمة. يلا بقى اغطيها وحطيها في مكان دافي وسيبيها تخمر. انا هغطيها بكيسة وهسيبها في مكان دافي لحد ما تخمر يا بنات وتبقى عالية معايا. بصوا بقى يا بنات تبارك الرحمن اتضاعفت ازاي. العجينة ما شاء الله ناجحة 100%. تعالوا بقى نرش شوية كده دقيق على الرخامة بتاعتي، ونبدأوا بقى يا بنات نقرصوها مع بعض. الكورة بتاعتك على حسب رغبتك، عايزة تعملي الدونات بتاعتك كبيرة اعملي، عايزة تعمليها صغيرة اعملي، بس خير الأمور الوسط يا بنات، أنا بحبها في الوسط. أنا عملت كده التقريصة بتاعتي قد البيضة البلدي، تمام كده يا بنات تمام. صليتوا بينا على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. لو انت يا ست الكل لسه شايفة قناة مسك جديد يا ريت تعملي اشتراك للقناة. اما انت بقى لو مشتركه معايا في القناه يا ريت تحطي لي لايك من ايديك الحلوه، تكتبي لي كومنت حلو ان انت متابعاني ووصفاتي بتعجبك. الحاجات دي والله يا بنات بتهمني قوي ان في حد متابعني كده وحد بيقدرني في الكومنتات. بصوا بقى يا بنات انا خلصت التقريصه كلها وجبت لها كيس كده وغطيتها عشان تدفى معايا. ومعايا ورق كراسه نضيفه زي القشطه البيضه، قطعته كده بالطول وهبدا افرد جزء جزء معايا. طبعا انا سبتها ترتاح يا بنات لحد ما تخمر. معايا بقى البلبله بتاعه الكريم شانتيه يا بنات، انا هبدا افتح بيها من النص بالطريقه اللي شايفينها دي. بصوا بقى يا بنات
طبعا اللي هو الحته المدوره اللي في النص دي انا هقليها برضو. بص بس انا بفردها تفردة صغيرة خالص يا بنات، السمك بتاعها بيبقى عبارة عن 1 سنتي. بصوا بقى يا بنات عشان تاخدي الدونتسية كلها كده يعني هشة من جوه، ويكون كده فيها ايه، لقمة كده تعرفي تاكليها. بصوا بقى يا بنات انا بقطع كده بالطريقة اللي شايفينها ديت. تعالوا بقى نفرد واحدة كمان مع بعض. تشكيل الدونات سهل وبسيط يا بنات وما بياخدش وقت، اهم حاجه ان انت تسيبيه يخمر كويس. يعني هتسيبيه اول مره يخمر، وتاني مره هتقرصيه زي بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي وهتسيبيه يخمر، وتالت مره الاخيره اللي ما بيبقى على الورق كده هتسيبيه يخمر كمان مره. يعني الدونات بيخمر 3 مرات يا بنات. في عجنه بتسيبيه يرتاح، في تقريصه بتسيبيه يرتاح، في تشكيله وبتسيبيه يرتاح. اهم حاجه النقطتين دول، ال3 نقط دمت يا بنات تمشي عليهم، هتعملي ان شاء الله احلى لقمه دونت وهتبطلي تشتريه من بره. بصوا يا بنات انا قررت ان انا اعمله في البيت بصراحه، لما لقيت الدونتسايه بقت ب 30 جنيه من بره وقلت اوفر قوي ده، أنا لو جبت يا ولاد كيلو دقيق هملى بيتي خير واعمل احلى دونت لاولادي. ايه المشكله يعني؟ خلاص كده يا بنات، بصوا تشكيله سهل وبسيط على فكره، ما خدش مني وقت خالص. بدل بقى ما تجيبي ورق الزبدة واي حاجة، هاتي كشكول قديم من بتاع الولاد، إيه يكون نضيف الورق بتاعه، يعني اي كراسة ولاد كده بيفضل فيها ورقتين 3 وابدأي اشتغلي بيهم. بصوا بقى يا بنات خلاص انا جهزت العملية الدوناتس كله، سبته يخمر خالص يا بنات، ساعة ساعة ونص لحد ما يخمر خالص ويتضاعف معاكي كده، وتبدأي تحمريه. الزيت يسخن معاكي تبدأي توطي النص، يعني النار ما تبقاش عالية قوي، لا بتبقى في الوسط. تمام كده عشان ما يحمرش بسرعة ويكون من جوه عجين. بصوا بقى يا بنات هبدأ بقى اقلب الناحية التانية لما اتأكد ان الجزء ده احمر. بصوا بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، ما شاء الله الدونات بيتكلم عن نفسه يا بنات، انتوا شايفين وقولوا انتوا الحق. ايوه كده. تعالوا بقى يا بنات نحطوا كمان كده 2 كده ونقلبهم بالطريقة اللي شايفينها دي. بصوا يا بنات النار بتاعته بتبقى بتسخني الزيت كويس، ورك ما يسخن معاكي بتروحي موطيه النص، وتبداي تنزلي بالدوناتسايه على طول تحمريها. هي ما بياخدش وقت معاكي. دي انا حبيت اعملها كده من غير ما افتحها من النص يا بنات، بس كانت خطيره خالص. يلا بقى يا ست الكل، لو انت واقفه عند الجزء ده يا ريت تحطي لايك من ايديكي الحلو. اما انت لو لسه شايفه قناه مسك جديد، يا ريت تعملي اشتراك للقناه وتفعلي زر الجرس تنوريني وتشرفيني. بصوا بقى يا بنات حاجه كده خطيره، عايزاكم تجربوه يا بنات. خلاص كده انا خلصت الكميه. هتجيبي اي شوكولاته دهن من عندك، تمام، اي شوكولاته اللي انتي حباه. طبعا الشوكولاته دي كانت قديمه من زمان عندي في التلاجة فحبيت استعملها النهارده. هبدا كده اغطس الدوناتسيه وهي سخنه كده بحيث ان هي تتشرب منها. تعالوا نغطسه كمان واحده يا بنات، خطيره خطيره يا بنات. بصوا بقى بتاع الصغنونه دي ولادي كلهم كلوها عامله زي البقلاوه، بس كانت خطيره والله يا بنات، كانت جميله. لو عندك اي صوص زبدة اللوتس، وايه تاني يا بنتي، مسك و... وصوص البيستاتشو، واسمه كده يا ولاد ما علينا، المهم اي صوص عندك هتحطيه هيبقى زي الفل. بصوا بقى عندي شوية كده فرماسيه، تمام، حطيته بقى من فوق كده بحيث ان ولادي بيحبوا الحاجات الملونة دي بصراحة، لكن جوزي مش بيحبها، انا حطيت لهم هما بس. تعالوا بقى كده يا بنات بصوا على الجمال، بيتكلم عن نفسه. تعالوا بقى نشوفوا الصينية بتاعتنا. بصوا بقى يا بنات الكمية كانت محترمة معايا ما شاء الله اللهم بارك. بصوا بقى لو جايبة بقى الكمية دي من بره هتدفعي فيها، بصي شايلة فلوس قد كده. العجينة معايا قطنية هشة يا بنات، مش شاربة زيت خالص والله العظيم يا بنات. تعالوا بقى نقطعه بقى الحتة اللي كنت بقول لكم انا مرضتش اقطعها من النص كده. بصوا بقى يا بنات
دايبة كده ومتغرقة شوكولاتة، حاجة كده خطيرة. يلا بقى اسيبكم في رعاية الله مع فيديوهات احلى واحلى ان شاء الله. مع السلامة.